الموقف التركي تجاه مصر. بالنسبة لنا مصر هي ركيزة للعالم العربي، من بين كل 3 أو 4 عرب واحد في مصري من عدد السكان، وبالتالي مسألة يعني التحريض على مصر والتحريض على الخيارات اللي في مصر والتحريض على استقرار مصر نجد أن أيضا يطالنا، لأن بالنسبة لنا لا أتصور عالم عربي مستقر بدون ما تكون هناك مصر مستقرة. يعني هذا في نظرتنا للعالم العربي. البعد الآخر طبعا أنا أعتقد أن عودة تركيا إلى السياسة السابقة لمصلحة تركيا ولمصلحتنا، اللي هي مسألة تصفير الخلافات. لكن لما نرى أن تركيا يعني سياستها غير تصفير الخلافات، وهي السياسة التي حظيت باحترام كبير جدا. وأعطيك مثال على هذا. أذكر حديث دار بين وزير الخارجية أحمد داوودوغلو والشيخ عبد الله بن زايد حول انطباعات الشباب العربي على مجموعة من الدول، هل هو سلبي ولا إيجابي، وكنا عاملين نوع من الاستبيان الواسع حول الموضوع. وكانت الانطباعات عن تركيا إيجابية، لأن تركيا كانت أساسا يعني متبعة سياسة حسن جوار وسياسة تصفير الخلافات وسياسة عدم التدخل، وهذه هي تركيا التي نريدها. بشكل غير مفهوم بالنسبة لكثيرين في العالم العربي، ما الذي يحدث؟ يعني أولا بالنسبة لنا نحن كنا يمكن الدولة العربية الوحيدة اللي كانت دائما نشطة لدعم استقرار الصومال. واستقرار الصومال يمكن في حدود 20 سنة أو أكثر، في التدريب، في دعم مثلا البحرية الصومالية، في بداية التنبيه من قضية القرصنة لما صارت قضية القرصنة، ونحن اللي بادرنا بعقد المؤتمرات الدولية وحشدنا الدعم، وساعدنا الصومال أيضا في مسائل قانونية تتعلق بخلافات حدودية، وهذه الأمور كانت مستمرة. ثم ماذا حدث؟ ثم ماذا حدث؟ بالضبط. بناء على هذه الأمور كان هناك تفاهم واضح. التفاهم يقول بأن هناك سياسة صومال واحد، ولكن في نفس الوقت صومالي لاند اللي هي في الصومال البريطاني القديم أيضا بإمكاننا أن نعمل في صومالي لاند من ناحية التنموية والإنسانية وما إلى ذلك. وهذا التفاهم كان موجود على مجموعة من الحكومات. أعتقد اللي صار أن مع الانتخابات الأخيرة في الصومال أصبح هناك نوع من التمحورات الجديدة في ضمن التمحورات اللي صايرة في المنطقة، فأصبح هناك تأثير على الصومال. وفجأة هذه رابع أزمة مع الحكومة الجديدة. هناك مجموعة أزمات رأيناها وعالجناها، بعضها تتعلق بادعاءات محددة، وبعضها تتعلق بتطوير ميناء بربرة اللي بيخلق حقيقة فرص عمل وتنمية وما إلى ذلك. فحقيقة اللي نراه هذا هو. ونحن بطبيعة الحال في العديد من هذه الخطوات إذا في طرف يساعدك من 20-25 سنة وأنت عندك مسألة معينة تناقش فيها، يعني ما تمسك أنت طيارة فيها 47 عضو من قوة الواجب الإماراتية اللي جاي الصومال تدرب، ومعاهم في حدود 10 مليون دولار اللي هي معاشات للعديد من القوات الصومالية، وتتخذ مثل هذا القرار وبعدين تقول أنا بحل الأمور في الغرف المغلقة. لا تتم الأمور بهذه الصورة. الأمور تتم بوضوح. وحقيقة يجب أن يقول يعني أن نحن كنا مع الصومال في أحلك الظروف. اليوم الصومال ما زال يعاني وضع هش، لكن ظروفها اليوم أفضل كثير من السنوات اللي نحن شفناها. وفتحنا سفارة في فترة اللي لا أحد يريد أن يفتح سفارة، وقمنا بالدعم وقمنا بحشد الدعم في حالات عديدة. لكن ما أفهمه منك الآن سيد الوزير أن مسألة الاستثمارات الإماراتية في صوماليلاند أو أرض الصومال وفي ميناء بربرة
كانت تمت بالأساس بالتفاهم مع الحكومة الصومالية في مقديشو؟ تمت بتفاهمات واضحة مع الحكومات الصومالية السابقة، والتفاهمات هذه كانت واضحة بأن الموقف السياسي هو دعم الصومال الواحد. نحن ما عندنا قنصلية في صومالي لاند، ما عندنا سفارة، ما عندنا أي اتصالات. بالعكس، في حالات عدة رؤساء صوماليين سابقين سعينا كميسر لجمع الصوماليين. كان في لهم لقاء في أبو ظبي، كان لهم لقاء في دبي، ودورنا كان فقط ميسر للمزيد من التفاهمات وكذا. والتفاهمات كانت أن نحن إذا اعترفنا بالصومال الواحد وهذه سياستنا، هذا لا يمنع بأن نحن نقوم بمسائل تنموية ولا مسائل إنسانية أو إغاثية وما إلى ذلك في